بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. وحشتوني يا بنات جدا 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 من الفيديو اللي فات. النهاردة فيديو خفيف كده وإن شاء الله يبقى خفيف عليكم انتوا كمان. سلطة بنجر. أنا جبت بنجر. أهم حاجة ما تجيبوش اللي هو الكبير قوي قوي. هو أنا كنت جايبة الكيلو ب30. بتباع عندي بالكيلو مش بالواحدة. تمام. ابتديت ان انا بقى ايه كنت بقول لكم ما تنقوش اللي هو الكبير، لان الكبير ده بيبقى شيخ، بيبقى مفتل كده من جوه، بيبقاش طعمه حلو خالص. يعني نقيها وسط كده تبقى حلوه زي دي. تمام. انا هنا لبست جوانتي علشان بيبقع في الايد. ممكن بعد كده هتلاقيها برضو في نفس الفيديو. في الوصفه التانية انا عامله وصفتين، دي الوصفه الاولى. الوصفه التانية من غير جوانتي برضو عشان اوريكم يعني بيعمل ايه في الايد. بس يعني تغسليها بقى كتير، يعني عايزه غسل كتير. ومرضتش اقطعه على بلانشة عشان هيبهدل لي البلانشة، ما بيطلعش منها بسهوله خالص. وخلي بالكوا عشان البقعه منه بتبهدل الدنيا، ما بتطلعش. هنا لبست جوانتي وكنت بوريكم ان السكينه منزل عليها اللي هو الاحمر بتاعها، ده اللون بتاعها. كده انا قشرتها. بصوا الجوانتي عامل ازاي، طعمه تحفة. البنجر ده طعمه حلو قوي 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 قوي، ومغذي جدا جدا جدا. يعني اعملي عليه سيرش كده. فوائد البنجر فوائده لا تعد ولا تحصى، تحفة الصراحة. ويا ريت الولاد يحبوه. يعني انا عندي الولاد لا ما بيحبوهوش الصراحة، بس انا اتمنى ان هم يعني يحبوه، ياخدوا منه شريحة واحدة بس. انا هنا ابتديت ان انا اقطعه بعد ما قشرته. طبعا ني، يعني اقصد انا مش سلقاه. الوصفة التانية هبقى سلقاه. بيتاكل كده وبيتاكل كده زي ما انتي حابة. الاتنين ينفعوا جدا جدا. والاتنين طعمهم حلو جدا. يعني انا صراحة بحبه كده، يعني انا بحبه الاكتر. آه في الوصفة اللي هي من غير ما يتسلق، يعني اللي بتسلق بيبقى طري شوية، بيطرى شوية يعني. تمام، بيبقى مستوي يعني. ده زي الخيار كده، يعني بيقرمش كده زي الخيار، فبيبقى حلو جدا جدا الصراحة. انا هنا قطعتها مكعبات صغيرة كده. وهحط عليها هنا حطيت نص ليمونه. هو المفروض تحط ليمونه كامله يعني، بس انا حطيت نص ليمونه على الطبق ده. وباكله كده بالشوكه، بس بحط عليه ليمون كده بس وباكله. ممكن تاكليه كده من غير اي ليمون، هو بيبقى تحفه الصراحه. بس بحاول بقى اقلبه كده شويه. وخلاص على كده اهو. خلي بالك جدا 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 وانتي بتاكلي علشان بيبقع. بألف هنا وشفا، مغذي جدا جدا سلطة البنجر ديت. يا ريت يعني الكل يجيبها ويتعود عليها، تبقى في يومكم يعني طول ما البنجر موجود. هو موسمه تقريبا اليومين دول لان هو موجود كتير في السوق. بصوا بقى، هنا هنعمل الطريقة التانية. هنا انا سلقته بوريكم ان هو منزل مية حمرا ازاي. فخلي بالك جدا جدا لان هو بقعته صعبة جدا وما بتطلعش. انا هنا حطيت كابوتشا، فرشت كابوتشا كده في ارضية الطبق يعني. عشان عشان يعني ما يبقى عليش الطبق وفي نفس الوقت يدي شكل حلو. بس دي كانت قلب الكابوتشا، مش الكابوتشا من بره يعني، فالقلب بتبقى لونها اصفر شوية. لكن من بره هتبقى لونها اخضر، فهتبقى لونها احلى كمان مع اللون النبيتي بتاع البنجر. فيدي شكل حلو قوي للطبق بعد ما يخلص. يعني زي ما انتوا عارفين انا بهتم جدا بشكل الطبق يعني في الاخر. هنا بقى هبتدي اقطعه مكعبات. عايزه تقطعيه حلقات براحتك خالص، بس مكعبات عشان يعني يبقى على قد الشوكه يعني. تمام. ينفع جدا جدا بقى في العزايم. السلطه دي حلوه قوي قوي. ينفع في الدايت بقى لو انتي مثلا عامله دايت وتاخديه كوجبه كده. ينفع في اي حاجه جنب اي اكل عندك في البيت، مش لازم عزايم برضو. احلى حاجه ان انتي تاكليها تاني يوم مش اول يوم، علشان تبقى شربت بقى من التتبيله بتاعتها وكده، فبتبقى طعمها حلو قوي قوي. وطعمها قريب من الذره الصفراء. عارفين الذره الصفراء اللي هي معلبه، او اللي هي الذره الصفراء عامه يعني. طعمه سويت اند صور كده، طعمه حلو قوي. هو بيبقى مسكر، البنجر بيبقى مسكر شويه، فالليمون بيخليه مزز شويه، فهما الاتنين يعني بيعملوا ماتشنج مع بعض كده، بيبقى طعمهم حلو قوي قوي الصراحه. هيعجبوكوا باذن الله، لما تجربوها هيعجبكوا جدا. ممكن تحطيه البنجر ده مع عصير الفراولة، برضو مفيد جدا جدا. تدخليه بقى في حاجات كتيرة قوي.
ممكن برضو في المربى بتاعه الفراوله، لاي حاجه حمرا بيحمرها قوي قوي، وطبعا بيديها قيمه غذائيه عاليه. ممكن تعملي بقى عصير بنجر. في عصير بنجر، انا ما جربتوش قبل كده الصراحه، بس انا اعرف ان هو في عصير بنجر بس ما جربتوش. لان انا بحب اكل كده يعني، انا دايما حتى احب الفاكهه اكلها كده، مش احب اكلها عصير يعني، او اشربها عصير. بحبها كده، بحسها تبقى مفيده اكتر يعني. لان طبعا السكر انا كده كده مقللاه عشان الدايت. في الدايت باخد الوجبه ديت، او الطبق دوت وجبه. يعني ممكن ده يبقى فطار، ممكن يبقى غدا، ممكن اي حاجه. يعني هو مفيد جدا جدا للانيميا وللجسم وللدم وكل حاجه الصراحه. اعملوا عليه سيرش هتلاقيه تحفه. هتلاقي فوائده كتيره جدا جدا. ممكن كمان تحطي له تقطعي البنجر وتحطي له مايونيز. دي سلطه بنجر برضو. تحطي له مايونيز والملح طبعا والليمون وكده. بس بتزودي له يعني زي دي بالظبط، بس بتزودي له مايونيز. بس ميبقاش بقى مكعبات كده، بيبقى مبشور. عارفين اللي احنا بنبشر بيها الجزر، بيبقى مبشور زيها كده. بس طبعا بقى عشان الدايت وكده مش هينفع مايونيز. ف انا عملته كده المره دي يعني، ما عملتوش بالطريقه التالتة بقى. تمام. انا هنا جبت ليمونه كبيره، كنت بوريكم ايديا شوفوا كانت عامله ازاي منه. فانا هنا جبت ليمونه كبيره بقى، عصرتها عليه. هو بيحب الليمون جدا جدا، الليمون بيخلي طعمه حلو قوي. وجبت برضو شويه خل كده بسيط، ما تكتريش قوي من الخل. بعد كده بقى حطيت الملح وحطيت رشه كمون. هدوقه برضو هنا، هحس ان هو إيه هحس ان هو عايز ملح، فهزوده برضو ملح. بصوا شكل الطبق تحفه. هو اصلا كمان هنا باين ان هو بني شويه، هو كان لونه احمر قوي، فلونه حلو قوي قوي، بس الاضاءه مش مبيناه قوي يعني. انا هنا هي زودته شويه ملح، لقيته عايز ملح. ودقته تاني وكان طعمه في منتهى الجمال. لو سبته بقى كمان لتاني يوم بيبقى احلى واحلى. بس كده الطبق كان معانا جاهز. اي وجبه بقى حطيها جنبها طبق سلطه البنجر ده، من احلى السلطات. جميله جدا جدا، ان شاء الله تجيبوه وتجربوه. هو تقريبا موسمه اليومين دول، لان انا شايفاه كتير في السوق. فالحقوا بقى هاتوا قبل ما يخلص. انا مش عارفه هو بيخلص ولا لا، بس ما بلاقوهوش على طول. انا عرفت ان هو موسمه اليومين دول لما لقيته كتير قوي في السوق. يا رب يكون الفيديو خفيف عليكم ويعجبكم وينور رضاكم يا رب. متنسوش اللايك يا حبايب قلبي، واشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.